السلام عليكم احلى متابعين في الدنيا. اول حاجه كده نبدا الفيديو بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد افضل الخلق وعلى اله وصحبه اجمعين. كده معانا طريقه حلوه للكيكه، صراحه هتدعي لي على الطريقه دي. معايا كده كوبايتين ونص من السكر. اول حاجه كده معايا مكونات: كوبايه ونص من اللبن، كوبايه ونص اقل من نص من السكر، كيس كيك شيف، مع ملعقه كبيره خل، 2 بيضه. ومعانا طبعا المضرب الجميل ده، وهنشتغل طبعا في المكونات بتاعتنا برعاية بنتي هي اللي هتضرب الكيكة معايا، هي اللي هتخلط المكونات. هنزل بكوباية ونص من السكر، ولو انت مش بتحبي الكيكة مسكرة يعني جو، ممكن تقللي كوباية وربع او تحطي كوباية مليانة على الاخر بس السكر. هنا معايا الاتنين بيضة هننزل بيهم، وهنضرب الخليط ده يا جماعة ضرب مبرح كده لما الكيكة يبقى الخليط بتاعها فاتح كده وكريمي. كده انا كنت بقلبهم الاول قبل ما اشغل المضرب. هنبتدي نضرب فيهم ضرب كويس كده لحد الخليط ما يبقى معانا فاتح. ونسيت كمان يا جماعه في المكونات نص كوبايه من الزيت. هنا انا ما استخدمتش في الكيكه دي لا دقيق فاخر ولا دقيق سبونج، وهتشوفوا طبعا الكيكه دي ولا اروع، صراحه تحفه جدا. هنا انا كنت مستعمله دقيق التومين وزيت التومين وسكر التومين، وهتشوفوا احلى طريقه للكيكه. بس انت استعمل المضرب احلى من الخلاط بكتير بصراحه، هيخلي الكيكه معاكي فاتحه وقوامها كده هش وقطنيه، وهتبقى كمان معاكي جميله جدا مرتفعه، ومش هتبقى مسامها واسعه ولا شكلها كده مش حلو. الكيكه دي يا جماعه بصراحه عامله كده زي ما يكون انت عاملاها بدقيق سبونج، بس هي بصراحه معموله بدقيق تومين. كده نفضل نضرب فيها ضربه حلوه، وده السر اللي هو بيخلي الكيكه قوامها فاتح وبتبقى جميله جدا. منساش يا جماعه نصلي على رسول نستغفر كتير احنا شغالين كده. ومعايا كمان هنا حاجه مهمه جدا هقولها لكم في الفيديو. شوفي بقى، انا لا استعملت زبادي ولا حليب كامل الدسم. هنا انا مستعملتش غير اللبن البودره. دوبت معلقتين كبار في كوبايه ونص من الميه اللبن البودره، دوبتهم حلو خالص كده، قلبتهم وجهزتهم عشان انا هضيفهم على الكيكه. دلوقتي هتشوفوا معايا المكونات. لا انا كلفت نفسي طبعا لبن كامل الدسم، ولا انا اشتريت زبادي، ولا انا جبت حاجه من بره خالص. وطبعا اللبن البودر ده موجود في كل بيت. لو انت مش عندك لبن بودر وعايزه تستخدم اللبن العادي مش هيقول لا طبعا، براحتك خالص، بس انا بقول لك الطعم بيفرق، طعم جميل جدا. زي ما انتوا شايفين اهو الخليط تضاعف معايا. شايفين انا بوريكم طبعا زيت التومين. سهلي على نفسك كل حاجه، ومبلاش نستصعب على نفسينا اي حاجه وتحدي طبعا الكسل. وقوم دلوقتي عشان المدارس خلاص على الابواب، نعمل حاجه حلوه كده لاولادنا ومغذيه ولذيذه. هنضيف طبعا دلوقتي الزيت، وهنديهم ضربه حلوه كده لحد الزيت ما يختفي مع الخليط. شايفين يا جماعه الجمال؟ الصراحه الخليط جميل. معلش انا مش هقصر من الفيديو عشان تشوفوا كل حاجه على الطبيعه. وبراحتك لو انت مش عندك مضرب طبعا وعايزه تستسهلي على نفسك تعمليه في الخلاط، حلو برضه. ادي يا جماعه كوبايه ونص من اللبن البودر.
وعلى فكرة انا هنا محطتش اي فانيليا في الكيكة دي، وريحتها كانت تحفة، ومفيش اي ريحة كمان ظهر البيض خالص. يلا قوم انت وهي كده جرب الطريقة. يا جماعة الحياة سهلة وبسيطة وكمان جميلة، فبلاش نصعب على نفسنا اي حاجة. كده انا هضيف الدقيق، وهضرب برضو الدقيق بالمضرب. ودي كمان خطوة مهمة، انا كنت ضايفة ذرة الملح هنا والكيك شيف على الدقيق. ولو احتاجنا يا جماعة الكوبايتين ونص دقيقة عادي هنضيف لحد ما نحصل على قوام كده يكون مش تقيل خالص، عشان الكيكة طبعا ما تشققش منك وكده من فوق، يبقى ملمسها كده ناعم وحلو. تعالوا يا جماعة كده نحكي. طبعا انا قلت لكم على كل المكونات، واديكم الفيديو شغال معاكم وشايفين الطريقة، وهنبتدي نحكي كده مع بعض، ندردش كده يعني الصراحة لحد الكيكة ما تخلص، عشان انا مش عايزة اطول معاكم فتملوا مني في الحكي على الكيكة. احنا كلنا شاطرين طبعا وبنعمل الكيكة، وكل واحدة ليها طريقتها الخاصة، وفي الاخر في النهاية بتطلع النتيجة حلوة، واحنا بناخد افكار من بعض مش اكتر، يعني كلنا شاطرين. فالحياة طبعا يا جماعة زي ما قلنا جميلة، احنا هنعيش الحياة دي مرة واحدة فقط، يعني مرة واحدة هي اللي هنعيشها في الحياة. اول حاجة لازم نعملها في حياتنا يا جماعة ونبدأ يومنا بيه الصلاة. محدش يكسل يا جماعة في الصلاة، لان كل حاجة بعد الصلاة بتبقى سهلة وجميلة. والاستغفار كمان لازم يبقى لك ورد في اليوم من الاستغفار. الاستغفار ده بيه بتنحل العقد وتنفرج الكروب، وكل حاجة بتبقى سهلة. فتح ليكي طبعا ابواب مغلقة لما انت كده بتستغفري وتقعدي كده. يا سلام على تاخدي كده نفس عميق وبتحسي ان الحياة قدامك كده جميلة، وبتشوفي طبعا كل خير في حياتك، وكثرة النعم اللي انت هتشوفيها بعد الاستغفار مش عايزة اقولك. اول حاجة طبعا النعم مش بس مال، يعني النعم اللي هي حب زوجك ليكي، الزوج الحنين اللي بيخاف عليك وبيحبك، حبك لأولادك وحب أولادك ليكي، وأولادك كمان برين بيكي. فدي كل دي نعم، مش بس النعم هي فلوس وخلاص. وربنا بيسخر لك كل ما هو جميل، و... وكل حاجة بتبقى حلوة بالاستغفار. وخلي كمان ليكي ورد من القرآن، دايما تقرأ كده القرآن في اليوم، بينظف القلب يا جماعة من الكره والحقد والحسد، اللي احنا طبعا ده بقى طبع في كل البشر بصراحة. وربنا طبعا وده بقى شغلهم الشاغل، وربنا طبعا يهدينا ويهدي أمة محمد أجمعين. ما تنسوش يا جماعة اللايك والاشتراك، عشان طبعا تشجعوني كده واستمر معاكم فيديوهات أكتر. شايفين يا جماعة الكيكة؟ أنا كده طبعا بحب اللون، شغلت عليها كده الشواية عشان تاخد لون محمر كده يبقى حلو جميل. شايفين انا كده هنا الصينيه دي صينيه عاديه خالص، فانا حطيت كده هنا كوبايه صغيره في النص عشان اعملها زي الكحك. وكانت الكيكه مرتفعه وجميله جدا، وريحتها بصراحه كانت قلب البيت من جمالها. شايفين الجمال؟ يلا طبعا كده شجعوني بلايكات عشان الكيكه دي طبعا تستحق لايكات كتيره بصراحه. انا طبعا عارفه ان انا طولت معاكم الفيديو،
بس بتوحشوني، هعمل ايه؟ انا مش عايزه اقفل بصراحه، عايزه افضل كده ادردش معاكم. شايفين طبعا الكيكه مرتفعه ازاي، وشايفين قوامها فاتح ازاي. الكيكه هشه وخفيفه وقطنيه جدا يعني، وريحتها تحفه. شايفين اسفنجيه خالص. مش هتتوقع ان دي بدقيق التومين، يعني اكيد هتقولي لا دي بتقول حاجه غلط. بدقيق التومين وزيت التومين، وبأكد مرة تانية، وسكر كمان التومين. يلا كده لايكات كتير يا جماعة، شجعوني. مش عايزة اطول عليكم طبعا عشان ما تملوش. انا عاملة الكيكة دي طبعا بكذا طريقة على القناة، ادخلوا شوفيها وان شاء الله الطريقة اللي تعجبك جربيها. بس انا بصراحة بقولك احلى طريقة هي دي اللي انا عملتها. مع السلامة. مع السلامة.